عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقه جميله وخفيفه وبسيطه جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل صلصه الطماطم بمكون واحد فوق الطماطم بس. هو ايه؟ عندنا طماطم، عندنا فلفل احمر وبس، مفيش اكتر من كده. طب هنعمل ايه؟ يلا بينا على الخلاط. ما ينفعش نضرب الطماطم من غير ميه، لان الخلاط كده يبوظ. هنحط الطماطم بتاعتنا عادي في الخلاط. دلوقتي طبعا هنقطعها، والمكون بتاعنا اللي هو الفلفل الاحمر عادي جدا، اللي هو الفلفل البلدي بتاعنا. وانت كل ما تيجي تضربي شفشه هتاخدي معاه حبايتين فلفل. انا هوريكم بس اول شفشه، وبعد كده هضرب الطماطم، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. يلا نضرب الطماطم، بسم الله. طبعا احنا بنضرب الطماطم ما نشغلش الخلاط على طول، المفروض ان احنا نريحه عشان ما يبوظش مننا. ماشي، هصفيها وارجع لكم. طبعا هنصفيها، هخلص بقى الكميه بتاعت الطماطم كلها والضرب، بعد كده ارجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه. طبعا احنا ضربنا الطماطم، هنحط كسرولة على النار تكون كبيره شويه عشان تاخد الكميه اللي عندك. طيب وهنعمل ايه؟ مفيش غير طماطم وشويه زيت ومعلقه ملح، تبقى احلى صلصه في منتهى الجمال. نحط بس ايه؟ معلقتين زيت بس يسخنوا شويه، وبعد كده ايه؟ هناخد الصلصه نحطها. طبعا الصلصه هنحطها على نار عاليه شويه، او في الاول في البدايه، بعد كده على ما تغلي، بعد كده هنهدى عليها عادي زيها زي اي صلصه عاديه. بس كده مفيش اكتر من كده، اظن مفيش اسهل من كده. طبعا زي ما قلت في الاول، حطينا معلقتين زيت على حسب الكميه. كميه صغيره هتبقى طبعا نص معلقه زيت، كميه كبيره هتحطي معلقتين، بتسيبهم لما يسخنوا جامد، بعدين تنزلي بالطماطم وعليها معلقه ملح عليها بس. وزي ما قلت هنعلي النار لحد ما تغلي غلوان كويسه، مثلا تقعد 10 دقائق تغلي، لان طبعا لسه بيبقى فيها كميه ميه كتير. انا بقى ما بغطيش الحله او الكسرونه بتاعتي، خليها كده اهو. طب ليه كده احنا بنعمل فيها كده؟ ليه؟ علشان الميه اللي فيها تطلع ما تتحبش، فتقعد فتره طويله على البوتاجاز. بعد كده عادي هنوريها لكم بقى في مرحله النضج بتاعتها، وبعد كده هتتعبى في اكياس بقى وخلاص. هي دي سهله جدا زي ما قلت. طبعا دلوقتي هي داخله على مرحله الغلوان، هنسيبها بقى تغلي شويه، مش هنوطي على طول. ليه؟ لان هي لسه فيها سوائل كتير وفيها ميه. هتغلي شويه مثلا يجي 10 دقائق، بعد كده نهدي عشان ما تتحرقش. طبعا لما نيجي بقى نجهزها هرجع لكم بقى اوريها لكم بقى شكلها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين نزلت اهي ما شاء الله، بدات تخش في مرحله ايه؟ السوا. طبعا هنهدي عليها ونسيبها. انا كنت معليه عليها، دلوقتي بقى انا هوطي عليها واسيبها لما تخلص بقى خلاص. بعد كده ارجع بقى اوريها لكم احنا بنعملها اهي. بدات تتقل اهي السمك بقى. دي الصلصه اهي ماشي. هنهدي عليها بقى ونسيبها ايه؟ تكمل سوا براحتها خالص، متعليش عليها عشان بعد كده ممكن تتحرق منك. طبعا يا حبايبي احنا رجعنا للصلصه زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، ما شاء الله تبارك الله. اظن ما فيش بقى احلى من كده ولا اجمل من كده. اظن بقى تقل وجمال وحلاوه ونظافه. هنعمل ايه؟ طبعا هنعبيها. وبكده يا حبايبي احنا وصلنا ايه؟ لاخر الحلقه. طبعا قبل ما اختم حابه اشكر الناس الجديده اللي على القناه. طبعا انتوا نورتونا. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللي داخل جديد على القناه يفعل زر الجرس ولايك واشتراك، واوعوا تنسوا كل جديد من قناه أميرة حسن. دمتم وطبتم في رعايه الله.